يعملش معاك حاجه يا راجل، نزله جربه. لما ما تجربش قفشه وبن شرقي وحسين الشحات واسامه ابو علي، منزلهم لي في اخر الماتش، لما تجربهمش في استاد القاهره وسط الجماهير دي كلها، هتجربهم امتى؟ هتجربهم امتى؟ انا لو فتحت معاكم الاحصائيات انتوا هتشوفوا بلاوي. النادي الاهلي ما جالوش ولا ركنيه. النادي الاهلي ما لعبش ركنيات طول الشوط الثاني، احنا ما رحناش عند الجون، بندافع بس. ومش قادر افهم ليه ولا ازاي. كولر خلاص، كولر كده انتهى، كولر كده عهد يعني، الوقت بتاعه مع النادي الاهلي انتهى ومع جمهور النادي الاهلي خلاص. النهارده الجمهور بعد ما هو طالع النهارده وبداوا خلاص يزوموا عليه وبداوا كمان يرموه بالازايز والكلام ده. تصرف مش حلو وتصرف شكله مش حلو بصراحه يعني. ولكن احنا كلنا بلا استثناء كان دمنا بيغلي، كان دمنا بيغلي. ماتش طول الشوط الثاني الفرقه عماله تهاجم وتلعب كوره عليك وتنقل كوره عليك. يا راجل نزل الناس تمسك كوره بس انت كسبان 1-0، نزل حد يمسك يعمل توازن في نص الملعب ويمسك كوره ينقل تك 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 تك. انت سايب الاستحواذ للفرقه، سايب الاستحواذ لصن داونز. اوكي يا عم على دماغنا، بس هنمسك احنا كوره امتى؟ ما انت طول ما هم ماسكين الكوره، طول ما انت عليك ضغط، احنا كل كوره ماسكين قلبنا. يا عم ليه ما تنزل الناس تلعب؟ ما انت معاك. زمان كنا بنقول معكش فرقه ومعكش حد يلعب، ما تنزل الناس، ما الناس معاك اهي. انا شايف ان كولر كده خلاص، كولر كده بصراحه خد اكتر من وقته، وبصراحه حرق دمنا، وبطوله سهله. اما كنتش تاخد البطوله دي هتاخدها يعني، البطوله دي كنت المفروض تبقى الثالثه على التوالي. خلاص الموضوع سهل، مع احترامي البيراميدز ومع احترامي الاورلاندو ومع احترامي كل الكلام ده، لكن البطوله سهله جدا 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 جدا. انت اللي ضيعتها كولر بنشفان دماغك. خسرتنا لعيبه، عملت فعلا اوضه اللبس هربت منك. خلاص اللعيبه زهقت منك، واحنا كمان زهقنا منك، والاداره زهقت منك. خلاص انا شايف ان كولر كده يعني نشوف بقى حاجه جديده. ويا ريت. انا سامع كيروش نازل، مدرب عنده 75 سنه ولا 80 سنه، نازل هيعمل لي بقى، ابدا لي مشروع ونبدا بقى نجيب لعيبه من تحت ونبدا بقى نعمل ما اعرفش مين. الكلام ده ما ينفعش معانا خالص وما ياكلش معانا خالص، مش وقته خالص، مش وقته خالص. احنا عايزين مدرب جاهز ينزل يدرب يشتغل مع اللعيبه دي، يعمل لنا شغل. احنا داخلين على كاس العالم، مفيش الكلام اللي احنا بنفكر فيه كيروش ايه وبتاع ايه. كان عمل حاجه مع منتخب مصر ايه؟ طلع نهائي يعني واكتشف لي محمد عبد المنعم يعني، اخترع الذره. نشوف حد غيرهم خلاص بقى. ما عندناش 3 4 مدربين عمالين ندور عليهم. انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، ولكن خلاص فعلا خلاص احنا جبنا اخرنا.